السلام عليكم يوتيوب، انا كاج ورجعت لكم يا جماعه اليوم بحلقه جديده. بحلقتي اليوم راح نجرب احمض الحلويات اللي انا ممكن الاقيها. ما اعرف كلكم شفتوا ذي الفيديو يا جماعه اللي انتشر في التيك توك اللي حق واحده محجبه جربت شيء اسمه بلاك ديث، كانه بلاك ديث كاندي ساور كاندي شيء، ويا جماعه تحولت في الفيديو فصار خطري اجربه. بس قبل ما نصير بهذه الحلقة بقول إن ما في شيء نقدر نسويه غير الدعاء حق أهلنا وإخواننا في فلسطين. فيا رب يا رب يا رب إنك تكون معاهم كل يوم كل يوم كل يوم، ترحم من اللي راح منهم وتعطيهم القوة والصبر والفرج إن شاء الله يا رب أقرب وقت. أوكي يا جماعة، وصلت أول مكان، مو محل حتى، مستودع حلويات يا جماعة. شفته في جوجل وقلت لازم اني اجربه لانه يبيع كل شيء بالجملة وعندك كل انواع الحلويات. مستودع انا في مستودع حلويات مستوعبين، كل شيء كبير يعتبر، يعني يبيعون كل شيء اللي باكياس باحجام مو بالحبة اعتقد. I don't work here, I'm sorry. Yeah, I'm ماسك كاميرا، يعني شلون الشغل هنا ما اعرف، بس المهم اوكي كان جبت ما اعرف شنو، بس اوكي كل الانواع موجوده هني بالبوكسات، يعني هاي اعتقد يبيعونها بالحبه بس الباقي كله بوكسات. شوفون اوكي، اعتقد وصلت عند سكشن الحلويات الحامضه، بس يا جماعه كل شيء بوكساته، يعني عندهم هني ساور باتش كيدز اللي يعتبر حامض بس بالبوكس. بس لحظه هني كنا اوكي ميلكي ميجا ميكس ساور، اوكي هاي بعد شيء حامض بس بعد يعتبر عملاق. اوكي في وارهيدز اللي يعتبر حامض، اعتقد مجربه من قبل بس هاي نوع غير كأنه. خراكم شنو لقيت يا جماعه؟ تذكرون ذي اللي يفقع بالفم؟ اوه يا جماعه الترند الايس كريم خلص ولا ما خلص؟ اوكي حق اللي قاعد يدور عليه في بوكس هنا. بس هاي الاشياء اكيد فيها جيلاتين وانا ما اقدر اكلها. ايه جيلاتين، في جيلاتين. ريحتها حلوه البيتزا. حلاوه الصرصور. ما ربع حلقه من الحلقات اعتقد انا ومريوم وقت جربناهم من 1000 سنه. اوكي لقيت بعد نوع ثاني حامض اللي هو التوكسيك ويست، اللي انا بعد اعتقد نجربه قبل في القناه في البدايات، بس بعد كميات كبيره. تعرفون شنو احس روحي انا في مكان المفروض ما اكون فيه، احس روحي داخل مصنع المفروض ما اكون موجود، لان قاعد تسمعون الاصوات. اعتقد اوكي هناك I can be here. sorry Don't worry about it. اوكي مكان غلط اوكي دخلت مكان غلط. سمعوا ودي الشيء انا سامع عنه، ما في سمع عنه شيء اسمه شاموي ما ادري، شيء مكسيكي بس يستخدمونه بالحلويات الحامضه، يكون سبايسي، بس اكيد ما راح اشتري الكميه يعني، بس ودي اجربه. اوكي اعتقد ضربت مشوار على الفاضي، او لا مو على الفاضي، صراحه استمتعت اني شفت مستودع حلويات اقدر اعرف انه يبيعونه اذا كنت محتاجه حق ما راح احتاجه. اوكي نشوفكم في المحل الثاني. اوكي يا جماعه وصلت المكان الثاني، والمحل هو ديلنز كاندي شوب، واللي يعتبر محل حلويات معروف. انا حاليا في ارقى منطقه تعتبر في لوس انجلوس، بيفرلي هيلز. طبعا دخلت حاولت اني اصور داخل بس كان صوت يعني حتى لو تكلمت ما راح تسمعوني من صوت الاغاني العالي. بس انا كنت قاعد ادور على شيء خصيصا حامض، وسالتها ودلتني على سكشن كان عندهم اياه في المحل حق الاشياء الحامضه، واللي ما لقيت اشياء غريبه او اشياء انا مو شايفها من قبل، بس لقيت شيء يا جماعه شريته، ساور سموج بولز. اوكي المفروض انها تكون حلاوه حامضه، ومن نفس اللي يسوون حلاوه توكسيك ويست، فنفس نفس الشركه او نفس البراند. بس راح اجرب عليه شوي لان راح اروح بعد الحين مكان ثاني. اوكي وصلت يا جماعه المحل الثالث ودخلت داخل. اوكي خلينا نقول لكم هاي المحل جدا مشهور هنا ومتخصص بالحلاوه السويديه، والحلو انه عندهم انواع كثير تكون فيجن ما فيها جيلاتين، فكان حلو الاكسبيرينس انه تاخذون الكيس
وانتم تحطون بنفسكم. فانا عندي هنا كمان حلاوه راح اجربهم. مثل ما توقعت ان انا ما راح الاقي اشياء متخصصه، عرفتوا، حامضه حامضه حامضه. فاللي سويته قبل اسبوع تقريبا طلبت من امازون 3 حلويات من اللي يعتبرون الاحمض في العالم، ومنهم البلاك ديث. اوكي يا جماعه رجعت البيت والحين صار وقت اني اجرب الحلويات اللي طلبتهم واللي شريتهم. فشفتوا انا شنو شريت؟ خليني اوريكم الاشياء اللي انا طلبتها. تعرفون تشبه السكيتلز بس الحامضه اللي عليها سكر او اللي عليها الشيء الحامض من برا. بس هذه الحلاوه يا جماعه مسوينها فريز دراي. اوكي حق اللي ما يعرف شنو فريز دراي كلمتكم عنه قبل ولا مره جربت شيء من عندهم. بس هو ذي الماكينه العملاقه وكل اللي تكون غاليه، فتقوم تجمدهم ونفس الوقت تجففهم فيقومون ينتفخون. ما اعرف ليش شفت هالفيديوهات، بس المهم كان من زمان انا خاطر اني اجرب واحده من هالحلويات ذي. قررت اني اطلب الحلاوه ذي الحامضه، فيعتقد راح ابتدي فيها يا جماعه لان حاليا متحمس بعرف شنو الفكره يعني. اوكي حبه خضر وبنفسجيه، بس شوف شلون منتفخه من النص والحين عليها ذي السكر من برا. اوكي تتقرمش. اوكي طعمها كان حلو. اوكي فيها الحموضه بس مو بحامضه، بس الفكره هي من الملمس، عرفتوا اللي صاير. ها شكلها من النص ما اعرف كيف ارويكم، بس صايره منتفخه كأنها فيها هواء داخل، بس هي مقرمشه يعني ناشفه. طعمها حلو، طعمها احس يشبه الحلاوه. اوكي بقول حمضي بس مو اللي مو قادر اكلهم. خليني اقول كتجربه، تجربتهم حلوه بالاكل يعني انه شيء غريب. فاوكي مو بحامض بس كنت بجربهم وجربتهم. اوكي خلينا نجرب شيء انا شريته اليوم اللي هو ذي. ما اعتقد، شوف الصراحه ما اعتقد راح تكون يعني ما اقدر اكلها. حلو ان فيها نكهات مختلفه، فيها ليمون كرز. حسب بجرب الحمراء. هاي الحمراء كرز خلينا نجربها. ما قاعد يتكسر. اوكي ما قاعد يتكسر، فاعتقد لازم انطر. ابغى اكسرها. اوكي انطر. راح اعصب. المفروض يكون شيء تشوي في النص هو الحامض، فانا ناطره. اوكي اوكي قاعد تنكسر. اوكي الحموضه راحت. خليني اقول اول 5 دقائق ممل على ما الحلاوه تروح، بس في النص فعليا في شيء حامض، بس ما راح اقول احمض حلاوه بالعالم. بس اوكي ديفنتلي حامضه يا جماعه، بس النطره مو بحلوه. شوفوا النطره مو بحلوه والطعم من برا مو بحلو اصلا، ما كان في طعم شاري. خلينا نروح حق الشيء اللي بعده اللي انا طلبته من الانترنت. موقع في جوجل كان حاط انه تقريبا ثاني احمض حلاوه بالعالم. اوكي وهي حلاوه يابانيه على ما اعتقد. هاي شكلها من برا شكلها حلو كان عرفتوا كرتون. فالمفروض انها تكون حلاوه بالليمون حامضه، تكون حبات داخل. يقول حق هاي متحمس جدا. اوكي يا جماعه شلون نعرف انه حامض؟ بس نحسها كذي، بس تحسونها شي ناشفه. الحموضه راحت نفس ما توقعت. هالشيء من برا الناشف اللي كانه طحين هو اللي يكون الحموضه، بس يروح تصير الحلاوه من داخل. الحين صارت حلاوه ليمون وطعمها حلو. اوكي خلينا نخلص الكره ارجع لكم. قبل لا اجرب البلاك ديث اوكي راح نجرب قبل الاخيره اللي هو من المحل السويدي. كليت منهم انا راجع بالدرب لانه كان زحمه فمفتوح الكيس، فتعرفون لي. سامع كنت بالحلاوه السويديه اللي هي تكون نفس الجيلي، بس الحين تاكدت ان هي فعليا اعتقد من الذ انواع الجيلي اللي ممكن تاكلونها، بس بنفس الوقت التكستشر مالها احلى شيء فيها. خلوكم ما اعرف اذا بتفهمون علي شنو اقصد، بس كطعم طعم صناعي بس لذيذ. والعلكه فيه، العلكه وهو قاعد يعلك حلو لانه صاير مو ناعم. ما اعرف شلون اوصف بس لذيذ. بس من ناحيه حامض مو حامض، كل شيء جربته عندهم كان لذيذ. الحين وصلنا يا جماعه حق البلاك ديث. خلينا نشوف الفيديو اللي انتشر في تيك توك اذا ما شفتوه. This is called Black Death. It is the most soundest candy in the world. Warning, not suitable for anyone under 8 years of age. Let's see them look at. This is how they look, guys. And that looks so scary. شكله يخوف. Why do they look like it's made out of glass and concrete? Let's give it a go, bismillah. اوكي. شكله يضحك.
describe it, yeah? المهم اكيد احس اكيد شايفين الفيديو، اذا ما شفتوه هاي هو الفيديو يضحك، اللي ما شافه يضحكني يعني. فحاولت اني ابحث عن ذي المحل، طلع هو محل بس موجود في لندن اعتقد او في اليو كي، كنت بطلب من عندهم بس ما يوصلون خارج يو كي، فما قدرت اني اطلب منه، بس لقيت بديل نفس الحلاوه نفس النوع، اعتقد نكهه غير لان هاي نكهه الرازبري اذا مو غلطان، بس انه يوصلون حق امريكا تقريبا نفس الشكل، وكل التعليقات كانت قاعد تقول ان هذا هو البلاك ديث واسمه بلاك ديث، وبعد غير صالح للاطفال طبعا. اوكي شوفوا باي حال راح اكون قاعد احاول امسك نفسي انه ما راح اسوي رياكشن قد ما اقدر. اوكي اوه اوه كنا جلدي قاعد تاكل، بس اوكي راح اكمل يا جماعه. قلتون طولت. اوكي مكان حبه كبيره فمو قادر اتكلم. الناس فكرتهم كلهم من برا مغطى بالهاي شيء الحامض، بس يروح طل الحلاوه من داخل وطعمه حلو، طعمه دود. بس اوكي يا جماعه هاي اعتقد احمض حلاوه انا كليتها في حياتي، اللي احس من كثر ما هي حامضه كانت تألم، احس قاعد يحترق، عرفتوا؟ واحس للحين بعد احس فيه لساني وفمي من فوق كانه تاكل، عرفتوا؟ من كثر ما هو حامض، فبروح اغسل الحين اسناني. بس ايه اوكي ما ابي حتى ارجع اجربه مره ثانيه، احس للحين في شيء يعني غريب الشعور.